بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنتكلم عن موضوع التلوث البيئي. قبل ما نتكلم عن موضوع التلوث البيئي نعرف ما هي بداية هي البيئة. البيئة هي كل ما يحيط بالكائن الحي يؤثر فيه ويتأثر به، ونستنتج من ذلك أن عناصر البيئة تشمل الإنسان والحيوان والنبات والجمادات وغيرها من الموجودات على سطح الأرض. أما التلوث البيئي فيمكن تعريفه باختصار في الآتي: هو أي تغير غير مرغوب فيه في عناصر البيئة المحيطة بالكائن الحي مما قد يؤثر سلبيا على حياته. وللتلوث البيئي أسباب كثيرة جدا نذكر منها الثلاثة الرئيسية، وهي الانفجار السكاني، التصنيع والتكنولوجيا، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية. أما أنواع التلوث البيئي فهي كثيرة جدا جدا، سنتناول 5 أنواع منها فقط. المشكلة الأولى هي مشكلة تلوث الهواء، والسبب الرئيسي فيه الأدخنة المتصاعدة من المصانع وحرائق الغابات، بالإضافة إلى أدخنة السيارات. ثاني مشكلة تتمثل في مشكلة تلوث المياه، والناتجة عن تسرب النفط داخل المياه أو إلقاء القاذورات أو المجاري غير الصحية الغير معالجة. رقم 3 وهي مشكلة تلوث التربة، وتتمثل في استخدام المبيدات الحشرية بكثرة بالإضافة إلى الأسمدة الكيماوية. أما المشكلة الثالثة وتتمثل في المشكلة الرابعة وتتمثل في تلوث الضوضاء، والخاص بارتفاع الأصوات والضجيج. أما مشكلة التلوث الخامس وهي مشكلة التلوث البصري، والخاص بالمناظر الكئيبة والغير مريحة للعين. هذه هي المشاكل الرئيسية، التلوث الرئيسية في العالم. أما بالنسبة للأدوار أو حل هذه المشكلات تتمثل في 3 أدوار رئيسية. الدور الأول وهو دور الفرد في مواجهة هذه المشكلة في التقليل من استخداماته الشخصية التي تؤثر على البيئة وتؤدي إلى تلوث. ثاني شيء هو دور المجتمع المحلي، يتمثل في وسائل الإعلام التي تعمل على نشر الوعي البيئي الذي تكلم المجتمع من أجل حماية البيئة من التلوث. أما دور المجتمع الدولي ويتمثل في إنشاء المنظمات الإقليمية والدولية التي مهمتها الرئيسية الحفاظ على البيئة من التلوث أو تقليل آثار التلوث الحادث في المجتمع. ذلك باختصار هو مشكلة التلوث البيئي، وهي إحدى المشكلات العالمية الخطيرة التي تواجه العالم في العصر الحديث والحالي. شكرا.